لما نيجي نقارن بين الأهلي والزمالك علميا فالأمر بيتعدى العاطفة للأرقام والحقائق. فالنادي الأهلي بيتميز بالثبات في الأداء الاستثنائي على مدى العقود المختلفة، فمعدل فوزه في البطولات المحلية والأفريقية تعدى 70%، وده طبعا رقم نادر جدا في كرة القدم الأفريقية. والأهلي برضه بيمتلك أكبر عدد من البطولات في تاريخ القارة كلها، وده طبعا بيعكس كفاءة منظومته الفنية والإدارية في الحفاظ على الاستمرارية. لكن برضه في المقابل الزمالك بيمتلك لحظات تألق فني مميزة ومواسم قوية، لكنه بيعاني من تذبذب الأداء عبر الفترات الزمنية نتيجة تغيير الإدارات والمدربين بشكل متكرر، وده اللي أثر على الاستقرار الفني والنفسي للفريق. وبالإضافة لكده فعلم التحليل الرياضي بيوضح إن الفرق اللي بتكون أكثر استقرارا إداريا وتكتيكيا هي الأكثر قدرة على الفوز المستمر، وده اللي بيفسر سبب تفوق الأهلي رقميا وتاريخيا. وبالتالي بالاعتماد على المؤشرات الإحصائية والبيانات طويلة المدى ممكن نقول إن الأهلي هو النموذج العلمي للاستدامة الرياضية، في حين إن الزمالك برضه هيفضل مثال على الجمال اللحظي في الأداء. وبلغة الأرقام والعلم النتيجة النهائية هتكون لصالح الأهلي بشكل واضح جدا.